يا صباح الفل، صباح الروقان. ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس. النهارده بقى ايه، شديت رحالي كده بما ان بقى اول الشهر والكلام ده. قلت انزل افرتك الفلوس اللي معايا. نزلت اشتري شويه طلبات للبيت. هنا كنت في المحل وانا بنقي الحاجه. هنا برضو كنت لسه بقى مستنيه بنتي راحت تعمل سكرين للتليفون وانا فصلت مش قادره الف تاني. فقلت لها استنيكي، هي جت اهي. اشوف بقى الحاجه اللي انا جبتها لما نروح. انا جبت فايبر. عايزه اعمل مخدات فايبر، فقلت اعمل كام خداديه للسراير وكده، تشوفوهم معايا الفيديوهات الجايه. فجبت 4 كيلو فايبر، الكيلو عامل 43 جنيه. وجبت بقى شويه طلبات كده للمطبخ. خلاص، فجبت زيتون. برضو الزيتون انا كنت عاملاه وقلت اعمل تاني. انا كنت بصور لكم قبل ما اغير هدومي اساسا. وهنا كده ده الليمون اللي هحطه عليه. انا هعمل زيتون بليمون كده، برطمان سريع يتاكل ايه في خلال اسبوعين 3. يعني يستوي في الاسبوعين، في اسبوعين 20 يوم بالكتير. خلاص، وبما اني بقى كنت شحته توم الفيديو اللي فات، فقررت ان انا اشتري توم. فلقيت ست كده بتبيع الكيس ده ب10 جنيه، جبت منها كيس. لان لو اشتريت توم جديد هيبقى في يعني فاضي، معظمه فاضي لان لسه يعني ما طلعش. هنا رحت برضو محل حاجات الحلويات وكده. عايزه اعمل حاجه حلوه، فقلت بقى اروح اشتري شويه الحاجات دول. جبت كريم شانتيه وبستر كريم وزبده ودي بسبوسه وكده. وعلبه نوتيلا علشان اظبط كده الدنيا. وجبت الكنافه برضو عشان ناوي اعمل مدلعه، هتشوفوها الفيديوهات الجايه. وجبت سنيك كب كيك عشان المدارس بقى عايزين اي حاجه حلوه ياخدوها معاهم. تبقى الحته سليمه يعني وكده. بس نسيت اجيب الورق بتاع الكب كيك، فمش هعمل دلوقتي طبعا. مش عارفه نسيت ازاي. جبت العلب دي برضو هعمل بيها المدلعه. دول 50 علبه عاملين 30 جنيه. خلاص، المقاس ده حلو، اللي هي البولات دي شكلها حلو كده وبغطا. ما بتحطش فيها حاجات سخنه، يعني انا جايباها الحاجات هتبقى مش سخنه. خلاص. الكبات اللي هي بتاع المدلعه دي. جبت كيلو اكياس للباسكت عشان خلص اللي كان عندي. وجبت مناديل. المناديل دي اول مره اجيبها بصراحه، بس هي بتتغسل يعني بنعمل فيها وبتتغسل وكده. نكمل بقى دي المناديل. كان معايا تليفون وكده. فدي المناديل اللي هي بتاع المطبخ. بتتشطف يعني مساحه البوتاجاز ممكن اشطفها وكده. انا اول مره اجيبها فلسه هجربها. وجبت برضو ورق ألمونيوم. فجبت اللي هي البقرة اللي هي 20 متر. ورق الزبدة. وجبت دول كده عشان الطواجن لما بطلعها من الفرن، البايركس او البورسلين بخاف عليها على الرخامه، فاحط تحتها فوطه مطبخ او كده. جبت دول برضو. معرفش هم عجبوني ليه عامه يعني. كان في اللي هو السيليكون، بس انا جبت الخشب. وجبت الفرشه دي للازايز. عندي مشكله الازايز بغسلها اصلا رخمه قوي. وجبت كمان ايه تاني اللي هو الفازات. جبت البتاعه دي فاشله جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يعني دي انا جايباها عشان امسكها، عشان ايدي ما تتعورش، بما اني تخصص دايما اقطع نصف ضفري كده انا بعمل الحاجه. يعني اقطع اللحم بالضفر. وجبت الشماعه دي. دي جايباها عشان الهدوم بقى، اللي هي الشرابات، الحاجات اللي زي كده، البندانات، الحاجات دي بتضيع. فقلت احطها كده، شكلها عجبني وهجربها. يعني كان ممكن والله نعملها في البيت يعني. اي حاجة قماشة وكده ونتعمل لها جيوب زي كده. بس مش بطال يعني، لازم نضيع الفلوس. اهم حاجة ادعولي بقى جوزي ما يشوفش الفيديو ده، عشان لو شاف الفيديو ده يموتني على المصاريف اللي انا بصرفها في حاجات تافهة اصلا. خلاص. جبت كمان الفازات دي. دول بلاستيك. انا ناويه احط فيهم حاجه. بصوا هتشوفوها في الفيديوهات الجايه. يعني انا في حاجات كده ليها وقتها ابقى اوريها لكم. وجبت بتاع الطبق بتاع المعالق ده. حجمه كبير. انا جايباه عشان اشيل الحاجات اللي على الرخامه واحط ده على الشياله او حاجه لحد ما اعمل درج، عشان أنا لسه ما عملتش ادراج وما عملتش حاجه. فانا عجبني ده ان مساحته كبيره، هتشيل كل الحاجات اللي عندي اللي عامله زحمه على الرخامه. اياك بس تشيلها يعني كلها ان شاء الله ان شاء الله. بس دي المشتريات اللي انا اشتريتها. وفي حاجات بقى للمطبخ، يعني جبت سمك مثلا كده. ايه رايكم في المشتريات بتاعتي؟ حاجه صغيره كده على قدي.